السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي في الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم طبيلة وحدة أخرى وشكيلات وحدين أخرين وحطة وحدة أخرى عاوتاني، كما كنقول لكم ديما الإنسان يتهلا في راسو ويفرح وليداتو ويفرح راسو في هذا الشهر المبارك. طبيصلات كما قلت لكم وحطة زويونه ونقيقيه وكل شيء متيول. هنا غادي نشارك معكم العجينه اللي كنت ديجا درت بها قبل الفيديو هذا. نخلي لكم الرابط ديالو اللي بغات ترجع تشوف الطريقه ديال العجينه، كتجي ساهله وزوينه وكما شفتوا قطنيه ومرخوفه وزوينه، تقدري تستعملي فيها بزاف ديال الحشوات. انا هنا غادي ندير حشوه ديال التفاح والزبيب. ديجا كنت عمرت وحده بنفس العجينه، درت لكم فيها هذا التفاح والكريم باتيسير. دابا غادي نديرو بالزبيب. تما قطعت قطعت تفاح طريفات، زدت عليه الزبده كما شفتوا، زدت عليه واحد شويه ديال السكر وخليته حتى تغمر. هنايا دغيا دغيا خطفات ليا البوطه لان يدي هنا ويدي هنا، داكشي غادي كنحيدهم باش ما يخليوش ريحه الحراق. ضفت تما شويه ديال الزبيب والقرفه. ما عندكمش الزبيب ماشي ضروري، المهم عندكم ما عندكمش الزبيب ديروا التمر، قطعوا التمر رقيق وديروا معاه الخلطه هذه. هنا غادي ناخذ شويه ديال الكوك، هذا اختياري، بغيتو ديروا شويه ديال اللوز افيلي، بغيتو ديروا شويه ديال اللي عندكم. انا لحقاش كيعجبني هكا هذا كيعجبني الكوك، داكشي علاش ضفتو. المهم غادي نضيف ديك شويه وغادي نبدا نحرك حتى بدا تعسل معايا وما نخليش بزاف حتى يقصح. المهم هي تعسل ونحيدو على البوطه لان التفاح كيطلق الماء، غير ينشف من الماء نحيدو. هنايا كما شفتوا صافي قسمت دوك الكويرات. هذه الخلطه نشفات مزيان وبردات، يعني ما خصنيش ندير على العجينه وهي سخونه. صافي هنا غادي نشد، غادي نطلق هاد الخبيزات اللي درتهم، غادي نطلقهم غير بشويه ديال الزيت كما شفتوا. ما نكثرش الزيت لان هي ديجا معجونه بالزبده، راها مرخوفه وكتجي زوينه وهشيشه، احسن من العجينه ديال العجينه ديال هادي ديال كرواسون، احسن من ديك سميتو العجينه ديال كرواسون كتكون بزاف فيها ديال الزيوت والدهون. هذه راه ما فيهاش الدهون بزاف، راه كتعجن بواحد شويه ديال الزبده وبيضه وخميره معجونه وخميره د الحلوى ومنسيم ديال اما فاني اما شويه الزهر، اما انا درت الفاني باش كتجي شي شويه من السما. صافي وكتخليوها ترتاح حتى كتبداو تقادوها وكتجي تبارك الله كتجي فنه. ديجا درت معكم فيها، درت لكم معها، درت لكم على شكل بيتزات، عمرتهم بالكفته وديك الشيء، ودرت على شكل هادو عمرتهم حتى هما عمرتهم بالتفاح والكريم باتيسير، يجيو فنين. واخا كتبات لا غد ليه كتخشيها في الفران يسخن وكتجبديها بحال يلاه طيبتيها، ما كتخسر ما والو، ما كتيبس ما والو، ما كتبردش. غير جربوها البنات على ضمانتي وعلى تقليدي. الصراحه انا الحاجه كنشارك معكم اللي انا كنقول لكم ديما، اللي كنشارك اللي كان مسائل ديالي انايا، وصفه ديالي ناجحه كنشاركها معكم. ما نقدرش نشارك معكم شي حاجه الا ما كانتش ناجحه ولا ما كنتش مجرباها انا لراسي ولوليداتي. كما قلت لكم ما انا طباخه مشهوره، ما والو. حتى المحتوى ديال القناه ديالي راه ماشي الطبخ بوحدو، ولكن كنشارك معكم شي حويجات اللي ديجا ناجحين وكنبغي نشاركهم معكم بساط وصافي. هنا غادي ندير الحشوه. هنا غادي ندير حشوه، غادي ناخذ الكفته وغادي ندير عليها واحد البصله، نحك عليها واحد البصيله، وغادي ندير تما 7 بهارات وشويه ديال الثومه. انا راه الثومه كنديرها وغادي تقولوا لي مكروهه، ولكن راه كندير هي شويه ماشي بزاف، ضروري كم عارفين تنسام هكا ضروري. صافي هنا غادي نخليها تشحر مزيان حتى توقف مزيانه ما تبقى فيها لا ما لا والو. غادي نضيف تما شويه ديال الزعتر، ها هو نضيف الزعتر. بغيتو تضيفوا شي منسم واحد اخر ضيفوه. النص ديال العجينه اللي بقات ليا هي اللي غادي نعمر بها دابا هادشي. تما غادي نضيف عاوتاني واحد شويه ديال التحميره اولا الشاونيه اولا البابريكا. صافي وغادي نخلط. كما شفتوا انا راه كنخدم بيدي، داكشي ما عنديش هذاك، المهم انا كنخدم بيدي. وتشوفوني تما درت ديك الكلوفز اولا ديك ليغون، هذوك راه يدينا مهلوكين بصراحه بالماء وجافيل وديكشي، صافي كيوليو في شكل من الاحسن. البنات خدموا في الكوزينه، خذوا واحد الباكيه وحطوها في الكوزينه وتعودوا. انا مازال ما تعودتش عليهم، ولكن ما عندي ما ندير لان يديا كياكلوا الدق بالمعقول الصراحه. وحطيت واحد المرطب حتى هو في الكوزينه. اون فوا كنسالي كنرطب يدي. المهم البنات تهلاو في راسكم، تهلاو في يديكم، لان راه ما نقول لكمش راه الماء وجافيل. ومهم اللي
اللي هكا كم يوميا جافيل وتيد وهذا الشيء كيهلك اليدين الصراحه. ملي كيروح الليل كيجي كنلقى يديا كلهم في شكل كيبقاو يشدوا ليا في الحوايج، يشدوا بكثرت ما كيكون. والسخونيه حتى السخونيه راها كتهلك اليدين. من الاحسن هاد الكلوفز كيكونوا قلت لكم ديجا في الفيديوهات اللي سبق، كيكونوا ديال اليمونتير، واخا طيبوا بهم ماشي مشكل. انا راه كنديرهم كيتكرفسوا كنحيدهم ندير واحد اخر عاوتاني، ولا كان غير هكا الزيت ولا شي حاجه كنمسح يدي غير ديك البيبر ديال الطوال عفوا البيبر ديال الكوزينه وصافي. هنا كما شفتوا العجينه اللي بقات لي الاخرى كنديرها على شكل باكيطات صغيورين. ها انتم راه شتي كتمسح يدي وصافي. باكيطات صغيورين كنعمرهم، بغيتو تزيدوا انا شي وحدين درت فيهم فرماج، شي وحدين ما غاديش ندير فيهم الفرماج. هادو درت غندير فيهم الفرماج، الاخرين الاولين ما غنديرش ما درتش فيهم. راكم عارفين راه اللي عنده الوليدات غيعرف هذا الشيء، راه ما كتبقاوش ديروا داكشي اللي بغيتو، كتشدوا كتقسموا كل واحد شنو كيبغي. المهم كيكونوا صايمين ضروري ندير لهم الخاطر ديالهم مساكن باش حتى هما يفطروا. المهم صافي كتعمروهم كما هكا. الشكل بغيتو ديروهم مدورات بغيتو ديروا، انا عجبوني هكا باكيطات كيجيو زويونين. تما درت واحد البيضه وشويه ديال الحليب. بغيتو ديروا البيض على حسب اللون ديروا البيض، وديروا شويه الخل، وديروا شويه ديال الصوجه باش كيعطيكم واحد اللون. انا ما بغيتش، درت غير هكا البيض وشويه ديال الحليب وصافي باش كيحيد ديك النسمه ديال البيض صافي. ومن بعد بغيتو ديروا فوق منهم الفرماج، بغيتو ديروا فوق منهم البافون، بغيتو ديروا فوق منهم هذاك الزنجلان. المهم اللي عندكم. انا غندير غير شويه ديال الفرماج باش كيجيو شي شويه هكا مقرمشين من الفوق. داك الفرماج كيطيب وكيجي زويون كيبقى مقرمش. هادو الاخرين اللي ما فيهمش الفرماج علمتهم باش نبقى عاقله عليهم. هادو ديال الدراري ما كيوش الفرماج، علمتهم بهذه الطريقه باش نبقى عاقله عليهم. صافي هنا غادي نصب الحريره ديالي السريعه. انا الحريره ديالي كنديرها اسرع منها ما يكون. كما شفتوا كناخذ بصله قيمه 4 ولا 5 ديال المطيشات، تما طحنت الكرافس، لان الكرافس هنا كاينه ديال العواد، ديك غير عوادات هكا قليل فاش كنلقاو دوك العروشه، ولكن راه العواد احسن من العروشه كتعطي واحد النسمه زوينه. صافي كندير الماء غليان عليهم باش كيدغيا كتدور هي اون فوا كدور الصفاره صافي راه كتبدا ديك الخضر داك الشيء اللي تما راه كيطيب. هنا عندي الحمص راه ديجا فيه الثلج، يعني كان في الفريكو واخد الثلج، بمعنى غادي يزيد حتى هو الماء. غادي ناخذ واحد الكميه ديال العدس، غادي نغسلها حتى هي، نغسلها ونضيفها على ديك الحريره اللي شفتوا. اسرع منها ما يكون عندي انايا. صافي هنا غادي نعطر، غادي ندير شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الملحه. خير الله شويه ديال السكينجبير. انا ما كندير لا قرفه لا والو، هذه هي الحريره اللي كندير شحال هذه وكديرها حتى ماما الله يعطيها صحيحتها. هذه هي وكتجي يا سلام، كتجي فنه وسريعه سريعه اسرع منها ما كاين والله. مهم هنايا كندير العطريه كما قلت لكم وصافي. غادي نطحن تما شويه ديال القزبور والمعدنوس. هنا المعدنوس اكثر من القزبور لان في التدويره اللي غادي ندير القزبور. المهم هنايا كما شفتوا غادي نزيد نطحن واحد شويه حتى نطحنو، وغادي نضيفو على هذيك الخلطه ديال الحريره صافي، مع الاضافه ديال شويه ديال الماء باش كنحيدو داك الشيء اللي في ديك الماكينه وصافي. لان كل ما ضفتوا الماء في التدويره تقدروا ما تضيفوش الماء بزاف. صافي هنا غادي نضيف واحد شويه ديال السمن، اللي ما كيبغيش السمن يدير واحد نغيزه ديال زيت البلديه، واللي كيبغي السمن يدير السمن. انا هذا هو السمن اللي كناخذ ديجا، راه شاركته معكم شحال من مره. صافي وهنا غادي نسد على الكوكوط حتى تصفر وطيب المسائل كلها. ومن بعد غادي نهز هذيك مطيشه كما شفتوا، مطيشه هكاك صحيحه مع ديك البصيله حتى هي هكا. بهذه الطريقه كتجي اسهل وكتجي النسمه ديالها كتبقى محافظه على النسمه ديال المطيشه ومحافظه على النسمه ديال البصله. ملي كتعاود تطحن كتعطي واحد كتزيد تعطي الجهد ديالها. صافي تما كما شفتوا هذيك البصيله ها هي، هذه البصله البيضاء ماشي الحمراء. صافي هنايا ما بقى والو. شوفوا الحمص راه هبه صراحه راه طاب. صافي هنا كما شفتوا غادي نعاود نطحن هذا الشيء كامل وغادي نضيف عليه. هنا غادي ندور انا مولفه كندير بطيطه اولا خيزويه، بطاطا غالبا باش كندور الحريره. ما كنديرش الفورس، ما كندير حتى شي حاجه، ولا كندير البلبوله كنطحنها. هنا ضفت شويه ديال الطحين الكومبلي غير شويه بالنخاله ديالو بكل شيء هذا كما شفتوا. صافي وكندور. هو راه شويه ثقيل بمعنى خصكم تضيفوا الماء باش ما تجيكمش ثقيله.
صافي هنا غادي نضيف واحد شويه ديال التدويره ديال الشعريه. هذه الشعريه هذيك العاديه الرقيقه. بغيتو تضيفوا الروز، بغيتو تضيفوا الشعريه هذيك سباغيتي تقطعوها طريفات، بغيتو تضيفوا حتى الشعريه ديال التصفوار ضيفوها. ولكن هذه ديك الموين كتجي زوينه الصراحه، من زمان راه كنا كنديروها، والدينا راه كانوا كيديروها. صافي هنايا طحنت ديك الطحنه كامله كما شفتوا هنا مطيشه كامله، وزدت عليها مطيشه ديال الحك كما كنقولوا، ولا مطيشه ديال لابواط. صافي وكنخليها تغلى على خاطرها. هنا بغيت نعمر كويس ديال الاتاي، وبغيت نشارك معكم هاد الطريقه اللي كندير انا. الشيبه، هاد الشيبه جبتها من المغرب، درت لها كل عريش حيدته وما غسلتوش، خليته ناشف، ودرتو كل وحده درتها في السلوفان. فوق ما كنبغي نعمر كنمشي نغسلها بواحد شويه ديال الماء بارد ماشي الماء سخون. صافي وكنخليها على الغليه، ملي تكون طالعه بحال هكا كنلوحها صافي، وكنسد وكنطفي البوطه وكنحيد من فوق البوطه. وعاد كنضيف السكر هذا النيس ديال القراطي. كنضيف السكر القياس اللي بغيتو، خلاص على حسب الحلاوه ديالكم. انا لان اتاي ما كنبغيش نعمرو بزاف بسنيده، كنعمرو هكا بالسكر قراطي اولا سكر قالب ضروري. ولا القهوه ماشي ضروري ندير هكذا، ندير سنيده. صافي هنا الحريره هي بدات كتوجد معايا الصراحه. هنا غادي ندير واحد شليضه خف مزربل. غادي ندير بطاطا تسلق مع شويه الملحه، وتما الباربه حتى هي مع شويه ديال الملحه، وغادي نخليهم يتسلقوا مزيان. ومن بعد عاد غادي نقول لكم شنو غادي ندير بهم. المهم ضروري ندخلوا شي حاجه هكا ديال الخضره، ولا شي حاجه بحال هكا في الطبيله ديال الفطور. صافي كما شفتوا هنايا غادي نحكهم هكا في هاد الحكاكه، في الحكاكه الغليظه. صافي ما غاديش ندير كميه كبيره، غادي نطحنهم، ولكن ما غاديش نديرهم كاملين، غادي ندير غير القياس اللي غادي ناكلو. والغدا عاوتاني كتبقى هكا بلا ما تخلطوها، تبقى هكا. عاود غدا ديروا لها ديروا لها عطريه جديده والخل ولا المايونيز ولا شنو غادي ديروا، باش ما تديرش، باش تبقى طريه وتبقى مزيانه. صافي هنا كما شفتوا هنا ضفت واحد شويه ديال البزار والملحه خلاص كانت ديجا. صافي ضفت لها واحد شويه ديال المايونيز باش تجمع معايا، لان جات بحال راه دلكت، راه خلطتها كامله. هنايا صافي درتها طبقه بحال هاد الطريقه، ودرت عليها المايونيز. وغادي نضيف تما الباربه. عندي تما جوج بيضات حتى هما غادي نحكهم، وغادي نضيفهم طبقه حتى هما بوحدهم. هنا باش كتشد ليا مزيان وتكون منسمه واخده العطريه ديالها. كنضيف لها المايونيز. شتو تما البيض، من مور البيض ضفت واحد شويه المايونيز، خديت شويه ديال الخس وضفتو حتى هو. بغيتو تضيفوا الخيار، بغيتو تضيفوا خيزو محكوك، اللي بغيتو. انا هادشي اللي عندي كافي، هادشي اللي عندي ودركني الوقت، وهادشي اللي عندي. المهم الاساس هو ان تكون واحد شويه شلاضه اولا خضيره تكون ديجا في الطبله، ضروري واساسيه حتى هي. صافي كما شفتوا هنايا غادي نضيف عليها واحد شويه ديال المايونيز نفس الطريقه باش كتشد ليا بحال كتسوده. تما راه فرشت الورق الطبخ وعلى ديك الزليفه باش منين نبغي نكبو في هذا يجيني اسهل، لان ما عنديش السلوفان. عندكم السلوفان استعنوا بالسلوفان احسن. صافي هنا كما شفتوا غادي نشدهم، غادي نحاول نقلبوا في ديك الطبق اللي انا غادي ندير هكا، اللي غادي نحط في الطبيله. صافي كما شفتوا ها هي غادي نحيدها ساهله ماهله. صافي المهم شويه ديال الديكور مع شويه باش كيفتح الشاي كما سبق وقلت لكم، راه العين اللي كتاكل قبل من الكرش. هنايا عندي واحد شويه ديال الكوطليط غادي نشرملو، غندير له غير شويه ديال البزار بعد ما غسلته. بعدا غسلته واحد شويه دوزت له الماء، راكم عارفين اليدين ديال الغزار وهذا. المهم ضروري تنسموه، ديروه بالماء شي شويه هكا تحللوه بالماء. صافي غادي نضيف تما واحد شويه ديال القزبر حبوب، وغادي نضيف شويه ديال الملحه. صافي وشويه ديال البزار. انا الزعتر ندوخ لي الراس كيحمقني الزعتر في الماكله، داكشي علاش تشوفوني اي حاجه كندير فيها الزعتر. صافي هنا غادي نحاول نخلطو مزيان وغادي نخليه يرتاح. رانا غير مباشره غادي نبين لكم بانني بديت كنقليه، ولكن انا خليته يرتاح، ما غنديروا لا بصله لا والو، غنخليه كما هو. راه ارتاح تما حتى بديت زعما حتى حيدت الحريره ودرت بزاف د الحويجات. غير المهم المونتاج راكم عارفين. وصافي هنايا باش ما تدوخوش، هنايا صافي بديت كنستفو هنايا في المقله مع شويه ديال الزيت. تما ماشي زيت روميه هذيك زعما زيت المائده، لا راه شويه ديال الزيت بلديه مخلطه مع الزيت المائده مخلطه. صافي وكنخليه هنايا يتقلى على خاطرو. هنا غادي ندير واحد الطاجين خف نزرب حتى هو. غادي نشد بصله مش هكا مشنفه،
ومطيشه كما شفتوا حتى هي دواور كما هما غادي نحطهم. هذا دغيا كيوجد، ولكن للاسف البوطه كانت مجهده شي شويه. هاد الطويجن يلاه خديته وسبحان الله العظيم طرطق ليا. مهم السخونيه راكم عارفين الطواجن ما كتصلحش انا لان المغرب ما بقى لها والو وتأذن، ولكن هاد الطويجن ضروري بغيت نديرو. صدق الطويجن تشق ليا كامل. المهم هذا طاجين صراحه عجبني بزاف. هذا طاجين تونسي خديته ديال تونس. هادو لي برودوي ديال تونس. تحيه للناس ديال تونس والجزائر. المهم تما غادي ندير العطريه البزار، شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال الملحه وصافي. ما غادي وشويه ديال التحميره. ما غاديش نخلط ديك العطريه، غادي نخليها من الفوق. علاش؟ مع ديك البصله حتى تطلق، ومن بعد غادي نشد كويورات ديال الكفته حتى هما اللي نسمتهم صافي وشويه العطريه وغادي نديرهم من الفوق. وما غاديش نحرك وما غاديش نهز ديك البصله ولا ديك مطيشه من بلاصتها، غادي نخليها كما هي باش ما تتحرقش، وفي نفس الوقت باش تبقى شاده ليا هذا العطريه ديالها. صافي هنا بديت كنقلب دوك الكوطليطات حتى طابوا على خاطرهم. راه العافيه ناقصه تما، ما تجهدش بزاف باش ما يقصاحوش. صافي هنا طابوا وجدوا كما شفتوا. نرافقها مع ديك الشليضه اللي درتها في هذا الطبق هذا او في هاد الخشيبه هذه هكا، وفرشت له شويه ديال المعدنوسي باش يفتح الشايه شي شويه ويجي الديكور شويه زوين والطبيله تجي فيها الالوان. وصافي كما شفتوا راه بديت هنا خدامه بيدي. مازال كنقول لكم راه عندي مشكله ديال اليدين كنخدم بهم بلا حتى ديك السخونيه وكلشي كتهلكني في يديا. عاد فكرتني بنتي قالت لي ماما هزي هذاك باش تهزي، وهذه هي الطبيله كما شفتوا. ها نتوما. المهم حدقنا عليها شي شويه عاوتاني بالمعنات واكسسوارات زويونين وصوينيه وكويزات والطبيلات وطبيصلات هكا، ونرافقوهم بديك المنيدلات. وهذا هو الطاجين كيجي فن، راه جا غزال. تقريبا وجدت اش نقول لكم 10 دقائق كان واجد، ولكن البنه ديالو طبيعيه، بنه بحال كتاكل شي. اش نقول لكم والله الا يجربوه بهذه الطريقه راه كيجي فن وبنين. صافي هنايا كما شفتوا ضروري نديروا نشعلوا هاد الطويوات هادو باش نحسوا الوليدات راهم الاجواء ديال رمضان. وهانتوما كما شفتوا هنايا هذه هي. هاد العجينه راه كتجي خطيره وزوينه صراحه وكتجي بنينه بنينه. وكما قلت لكم راه واخا كيبردوا كتسخنوهم شويه غير في الفران وكتشعلوا الفران يسخن وكديرهم كيجيو فحال يلاه عاوتاني طيبتوهم. هانتوما شوفوا راه زوينين صراحه ومرقين وراه ما مدقصين ما والو. راه كيجيو هشاش وبنان وزوينين وسهله العجينه، تخدمي بها شحال من حاجه. صافي تما سالينا جمعنا الدنيا عاوتاني. ايوا نضنا هنايا صلينا شويه ديال التراويح وصلينا العشاء والتراويح، وبغينا نقراو هنا شويه ما تيسر عاوتاني من القران. راكم عارفين شويه للكوزينه وشويه للوليدات وشويه حتى نرجعوا شويه الله عاوتاني، ولان ضروري الانسان يختم القران. ما مولفش كيقرا القران ديما صراحه، راه مره فين كنهزوه. دابا في هذا الشهر هذا من الاحسن الانسان يحاول ما امكن انه يقرا القران، لانه هذا هو الشهر اللي نزل فيه الله سبحانه وتعالى القران. لان الصيام بلا صلاه بلا قران راه ما المهم على كنشوف انا بلا راه ما انسان ما لا يجوز صراحة. الإنسان كيصلي ما كيصليش وصايم ولا ما كيقراش القرآن راه ما، لأن ديما العام كله الإنسان تالف بزاف ديال المسائل. هذا الشهير هذا الإنسان يعطي حق لنفسه وحق الله سبحانه وتعالى عليه، انه يقرا شويه القران يدير الادعيه. وصافي هنايا هكا سالات المساء ديالنا ان شاء الله. الله يتقبل منا ويقبل منكم السجود والركوع والصيام والقيام ان شاء الله، ويعتق رقابنا ورقاب اهلنا من النار يا ربي. واللي تمنى شي حاجه الله يعطيها له في خاطرو، والله يسهل عليكم كاملين بالخير والتيسير وباش ما تمنيتيو يا ربي في هذا الشهر المبارك السعيد. وشكرا البنات، ما تنساونيش لي لايك ولي كومونتير فحال ديما، وشكرا بزاف من القلب.